كدبة ومصدقينها مع حجازي. كان متوقع جدا ان اول حلقة هعملها هتبقى عن العربيات، ودي يمكن من اكتر الحاجات اللي بحبها، وبحب حاجات تانية كتير. بس انا قلت ابدا باول حاجة انتوا يمكن تكونوا عارفين عنها: كدبة العربيات الكهرباء. كلام ممكن يزعل ناس كتير، بس ده رأي شخصي على معلومات انا قريتها كتير قوي، على حاجات انا جربتها بنفسي. العربيات الكهرباء انتشرت جدا مؤخرا، وانا عارف طبعا ان كده كده الفيديو ده مش للناس اللي بتحب العربيات وبتحب سواقة العربيات. اي حد بيحب العربيات بالنسبة له العربيات مش بس السرعة وإنه يوفر وإنه ينتقل من نقطة للتانية. لا، الموضوع بالنسبة له أكتر من كده بكتير. زي مثلا أنا بحب العربيات ليه؟ بحب العربيات عشان السرعة، بحب العربيات عشان صوتها، بحب العربيات عشان الرجة اللي بتحصل وأنت بتدوس، عشان العزم اللي بيتغير طول ما أنت سايق، الكلام ده كله. وعشان كده لما ايلون ماسك اللي هو عامل شركة تسلا أول ما بدأ يعمل عربية، قال لك أنا هعمل عربية سبور. كان اسمها ساعتها تسلا رودستر. ولما عمل العربيه دي هو كان فاكر نفسه ان كل الناس اللي بتحب العربيات هتشتريها، عشان كانت عربيه سريعه جدا، عشان عربيات الكهرباء معروفه ان هي سريعه جدا، انت اول ما بتدوس العربيه بتطير منك. بس هو اكتشف بعد كده ما حدش اشترى العربيه دي، والعربيه دي كانت فشل ذريع على الشركه، واضطر ان هو يوقف كل حاجه عن العربيات دي. وبعد كده فضل شويه ما بيعملش اي عربيات لغايه ما عمل عربيه الموديل اس، وبدا ان هو يبيعها من منظور تاني خالص، مش منظور العربيه السريعه الخطيره اللي هو اي حد بيحب العربيات يركبها. لا، عامل لها براندنج بحيث ان هي تبقى من عربيات الناس اللي هي الغنيه، عربيه لاكشري، عربيه شيك، وفي نفس الوقت فيها طبعا السرعه والكلام ده كله، بس هي في الاخر عربيه اربعه باب، مش عربيه معموله للناس اللي بتحب العربيات السبور او الكابروليه. وفعلا بدا ان هو ينجح ان هو يبيع العربيات دي. وطبعا كان عنده مشاكل كتير قوي، ان هو ما كانش لاقي حته، او ما كانش فيه بنيه تحتيه عشان تشحن العربيات دي، لغايه ما هو عرف يظبط نفسه مع الحكومه، وبدا ان هو يعمل محطات شحن تبع الحكومة، والعربية دي انتشرت. بعد ما تسلا نجحت وبقت فعلا عملت اسم والناس بقت مقبلة، الشركات الصيني قامت داخلة في الليلة، عشان العربيات الكهرباء مش محتاجة خبرة في صناعة السيارات زي ال- العربيات العادية. ليه؟ هو عبارة عن موتور كهرباء، انتم حطوا على في نص العربية ورا وقدام وعلى عجل وخلاص، والموضوع خلصان على كده، وشوية عفشة ماسكة الموضوع ده، والموضوع خلصان على كده. فالموضوع مش معقد خالص ان الشركات الصيني تعمله. فالشركات الصينية دخلت بقوة. لما الشركات الأوروبي لقت إن الشركات الصينية دخلت بقوة، طب إيه ده؟ أنا هفضل أتفرج عليكم؟ لا طبعا، أنا أقوم هفتح الدرج وأطلع كل الديزاينز اللي أنا كنت أصلا عاملها من زمان عشان أبيع العربيات أو أصنع عربيات الكهرباء، وأبدأ أعمل. وعشان كده مرة واحدة بقت بي إم ومرسيدس وشركات تانية كتير قوي بقى عندها عربيات كهرباء مرة واحدة. ليه؟ هو يعني من امبارح للنهارده عملوا عربيات كهرباء؟ لا طبعا، ده عربية عشان تطلع محتاجة 7 8 سنين ديفلوبمنت عشان تطلع للنور. هم بس كانوا سايبينها في الدرج. ليه؟ هم كانوا عايزين اول يخلصوا عربيات البنزين كلها، ويخلصوا على كل حاجه ممكن الفلوس يطلعوها من عربيات البنزين، وبعد كده يخشوا على عربيات الكهرباء. بس طبعا للاسف ايلون ماسك والشركات الصيني بوظت الكلام ده على العربيات دي، واضطروا ان هم يطلعوا العربيات دي من دلوقتي. مره واحده الشركات الاوروبيه كلها نطت على الموجه وقالت الحفاظ على البيئه ومش الحفاظ على البيئه، وجرين تكنولوجي ومش جرين تكنولوجي. وساعتها قال لك خلاص يا جماعه اشتروا العربيات دي عشان دي بتوفر بتحافظ على البيئه. وحتى في بعض الدول عمل مسارات مخصوصه للعربيات دي عشان يشجع الناس ان هي تشتري العربيات دي، فيمشوا في المسارات اللي هي الفاضيه للعربيات الكهرباء. ادوهم حوافز كتير عشان يشتروها، زي من غير جمارك، من غير ما يدفعوا ضرائب على العربيات، بحيث ان هم يشجعوا اكتر واكتر. وطبعا بالنسبه لهم برضو صناعه العربيات الكهرباء ارخص بكتير قوي من صناعه العربيات العاديه، وطبعا بيكسبوا فيها مبالغ احسن بكتير. فهل هي فعلا بقى العربيه دي بتحافظ على البيئه ولا لا؟ هي طبعا ما بتحافظ على البيئه ولا حاجه. العربيه نفسها بتحافظ على البيئه عشان هي كهرباء، فهي ما بتطلعش اي حاجه. لكن البطاريات اللي بتصنع دي بتبهدل البيئه اكتر من العربيات البنزين. الشحن بتاع العربيات الكهرباء، هي العربيه دي بتشحن ازاي؟ بتشحن عن طريق كهرباء. الكهرباء دي جايه منين؟ في اغلب الكهرباء اللي في العالم بتطلع من محطات كهرباء بتشتغل بالديزل وبنزين. فهي في الاخر هي لفه كبيره قوي والناس مصدقاها، بس هي في الاخر الناس اللي مصدقاها وجايباها عشان تحافظ على البيئه هي ولا بتحافظ على البيئه ولا اي حاجه من الحاجات دي. نرجع بقى تاني للموضوع نفسه: العربيه الكهرباء اشتريها ولا ما اشتريهاش؟ طبعا اول ما تسالني هقول لك ما اشتريهاش، بس انا مش هتكلم بطريقه ان هي عقلانيه شويه. لو انت من الناس اللي بتدور على عربيه تنقلك من نقطه لنقطه تانية، ممكن تفكر انك تشتري عربيه كهرباء. بس برضو النقطه دي فين والنقطه التانية دي فين؟ يعني انا لو انا بشتري عربيه عشان اسافر بيها، انا ما انصحش بعربيات الكهرباء بالذات في مصر، عشان كل عربيه ليها رينج او ليها مدى للشحن بتاعها. المدى ده طبعا مكتوب في الكتالوج، يقول لك العربيه دي 400 500 كيلو والكلام ده كله. طبعا في الحقيقه الرقم ده بيتغير خالص، عشان هو بيعتمد جدا على دوستك بتشغل تكييف ولا لا، جو حر ولا لا. كل الكلام ده بيأثر على مدى الشحن. ومشكله طبعا في عربيات الكهرباء انك انت دلوقتي مثلا طالع الغردقه، فالمسافه 400 500 كيلو،
انا العربيه بتقول لي ان انا مدى الشحن بتاعي 600 كيلو. طب افرض فصل منك في النص، هتعمل ايه؟ حد هيجيب لك ازازه فيها بنزين ويملى لك؟ مش هينفع. فمن الاخر كده اخر هتحطه على ونش لغايه اول كوبس كهرباء عشان تعرف تشحنها، ما حدش عارف يجي يشحنها لغايه عندك. هتقولي طب ما هو في محطه بنزين ولا في محطه في النص بتولد كهرباء. تمام، خد الريسك، هتوصل لغايه عندها الفيشه مش شغاله او ما فيش كهرباء او كهرباء قطع او اي حاجه، خلاص كده انت لبست، تفضل واقف جنبها لغايه ما الكهرباء ترجع. ده غير طبعا انك انت محتاج وقت عشان تشحن. انت الشحن على الاقل هتاخد لك ربع ساعه تلت ساعه، فمش زي البنزين. البنزين انت بتخش في 3 دقايق بتكون مخلص وماشي. فكل دي طبعا لازم تكون واخد بالك منها قوي. طبعا لو انت ماشي على طريق بقى رايح مثلا دهب ولا شرم ولا الكلام ده كله وما عندكش محطه في النص اصلا، يبقى انت كده لبست الحيط اصلا. فانا ضد العربيات الكهرباء في السفر على الاقل في مصر في الفتره دي. طب لو انا هجيب العربيه الكهرباء دي عشان استخدمها جوه البلد، تمام ممكن تعمل كده. انت في مشويات في البلد مش تعدي 150 200 كيلو لو انت في القاهره، لو انت في محافظات تانية اقل من كده كمان. بس لازم تكون عارف انك يكون عندك كوبس كهرباء في البيت، عشان انت لازم يكون عندك مكان تركن فيه العربيه وتشحن العربيه. لكن ما تعتمدش انك انت تشحن في محطات بنزين مجهزه في المحافظه. ليه؟ عشان انت مش عايز كل يوم تقعد تلت ساعه نص ساعه الصبح عشان تروح تشحن وتشوف انت ممكن تمشي فين وتروح فين، عشان انت مش فاضي تعمل الكلام ده. فالعربيات الكهرباء محتاجه بس حسبه معينه. طبعا في كلمه تانيه الناس كلها بتقولها، اللي هو لما تيجي تروح بتاع السيلز، طبعا العربيات الكهرباء دي مالهاش صيانه، فانت مش هتدفع ولا مليم بعد كده. العربيات دي ما فيهاش زيت موتور ولا فلتر، فانت طبعا مش محتاج تغير الكلام ده. بس انت عندك حاجات تانيه محتاج تغيرها. فالعربيه دي فيها 3 تكييف، ممكن يبقى فيها فلتر هواء، ممكن العربيه دي تكون بتبرد بالميه ما بتتبردش بتبريد هواء، وساعتها عندك برضو موضوع دوره الميه، وعندك ميه بتتغير الكلام ده كله. ده غير طبعا انت عندك بقى الحاجات العاديه اللي هي ايه، العفشه دي كده كده موجوده، ما هي دي ما شلناش، يعني شلنا موتور البنزين وحطينا موتور الكهرباء. فانت عندك العفشه، اجزاء العفشه، تيلي فرامل، الكلام ده كله. فموضوع انك انت جبت عربيه مالهاش صيانه، الكلام ده كذب، عشان هو في صيانه اقل شويه، بس الحاجات اللي اصلا الصيانه اقل فيها مش فارقه قوي. ده غير طبعا انك انت لو العربيه دي وقفت منك الصبح ما دارتش، انت ولا بتعرف تعمل اي حاجه خالص. بالظبط زي ايه الموبايل مات، انت هتعمل له ايه؟ اخر هتفكه، لكن مش هتعرف تعمل فيه اي حاجه. الا عربيه البنزين انت بتحاول تكارك، بتحاول تعمل حاجات عشان العربيه تقوم معاك. طبعا لو عملت بيها حادثه، والحادثه دي ممكن تكون حادثه بسيطه، لو بالذات عندك العربيات اللي هي المواتير فيها على كل عجله، عادي جدا اخدت مطب جامد جبت فيها مساعد وجبت فيها الموتور، خلاص كده انت لبست في الحيط، انت هتجيب موتور تاني. طبعا لو عرفت تجيب موتور تاني من الحرفيين ممكن الموضوع مش منتشر كده، بس غير كده لو انت رحت توكيل طبعا الموضوع هيبقى في حته تانيه. فطبعا انا انصح على الاقل لو اشتريت عربيه كهرباء عشان تستخدمها جوه البلد وعندك الفيشه بتاعتك بتاعت البيت، انك انت تجيب عربيه من الوكيل عشان تبقى بضمان. في وكلاء كتير قوي بتضمن على عربيات 5 سنين و8 سنين و10 سنين، وكمان ضمان على البطاريات، بحيث انك انت تكون ضامن ان العربيه دي حصل لها حاجه تقوم ترجعها لهم وتشوف الحوار فيه ايه، تكون مأمن عليها عشان الحادثه كمان تكون مغطيه لك كل حاجه. لو انت من الناس اللي بالنسبه لك العربيه انفستمنت او عباره عن استثمار، يعني انت مش عربيه بعد 5 سنين هترميها او بعد 8 سنين هترميها، احنا في مصر عندنا موضوع مختلف خالص. انت عادي جدا عربيه بقى لها 15 20 سنه بتباع مليون جنيه دلوقتي. العربيات الكهرباء بعد ما الضمان على البطاريه يخلص وبعد 8 9 سنين والعربيه دي هتحتاج ان هي تغير بطاريه، المبلغ اللي انت محتاجه عشان تغير بطاريات مبلغ غلامي، اوكي، وهتكلفك كتير قوي 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 ان هي ممكن تكون بثمن العربيه. فانت لو من الناس اللي فاكر نفسك انك انت بعد 8 سنين هتبيع العربيه دي زي ما بتبيع العربيات البنزين العاديه، الكلام ده مش هيحصل. هل هيبقى في اقبال على شراء العربيات الكهرباء بعد 8 سنين و9 سنين؟ هيبقى في اقبال في مصر، اي حاجه بتتباع، بس بتتباع بكام؟ هو ده الفكره. في نقطه مهمه قوي برضو الناس بتوع العربيات الكهرباء ما يعرفوهاش، وممكن يكون اصلا ما وصلوش للموضوع ده. زي ما قلت لكم مدى الشحن بيتاثر قوي بطريقه سواقتك. لو انت بتسوق على سرعات عاليه فوق ال 140 160، الشحن هيروح في حته تانيه خالص، هتلاقي المدى بتاع الشحن بيقل كده قدامك، واخد بالك؟ طبعا في حاجه تانيه الناس ما تعرفهاش، ان في العربيات دي كلها اغلبها مقفول على سرعه معينه، ومقفول على 160 180. هتقول لي يا حجازي هم ليه قافلينها؟ هم قافلينها عشان هم عارفين كويس قوي ان بعد السرعات دي انت البطاريه مش هتحس، هتلاقي بعد ربع ساعه تلت ساعه البطاريه اصلا خلصت. هتلاقي عربيات جامده جدا زي الاكس 3 اي، اللي هي اصلا عربيه انا جايبها اكس 3 كهرباء، انا جايبها عشان اطير بيها، اوكي. انت اصلا لو الدوسه بتاعتها دوست انت هتلاقي نفسك مستمتع جدا. فطبعا انا جايبها عشان اسوق بيها على 200 و220، انت مش هتعرف تسوق بيها عشان هي مقفوله على 180. طبعا انا مش بشجعش الناس تسوق بسرعه، بس انا بتكلم على الواقع اللي بيحصل في الاخر. ناس كتير قوي بتقول لك المستقبل عربيات الكهرباء، اوعى تجيب عربيه بنزين دلوقتي، العربيه البنزين دي هتلبسها مش هتعرف تبيعها بعد كده، كل العالم هيبقى كهرباء. هو ده طبعا فعلا بسبب ان الشركات الاجنبيه، شركه زي فولفو وشركات تانية عملت تصريحات ان احنا في 2030 مش هنبيع ولا عربيه بنزين، وكل العربيات اللي هنبيعها هتبقى عربيات كهرباء. طبعا الكلام ده كان جميل ساعتها عشان كان بيحاول يشجع العربيات بيع العربيات الكهرباء. اللي حصل ان لسه من كام من فتره قريبه قوي اغلب الشركات دي قالت لك ايه، احنا طموحاتنا في بيع العربيات الكهرباء 2030
ما بتتحققش، فاحنا هنأجل شويه طموحاتنا وهنفضل نبيع العربيات البنزين في 2030، بس عايزين ان احنا نقلل مبيعات العربيات البنزين ونزود مبيعات العربيات الكهرباء. جابوا ورا ليه؟ عشان الاول الناس ما تشتريش عربيات الكهرباء زي ما كانوا متوقعين، وكمان الناس بطلت تشتري عربياتهم البنزين عشان خايفين ان هم بعد 5 سنين لما 2030 تيجي ما يلاقوش الدعم اللي هم محتاجينه في عربيات البنزين. انا دلوقتي في شركه بتقول لي ان هي مش هتعمل عربيات بنزين تاني، اروح اشتري منها عربيه بنزين؟ اكيد مش هعمل كده، اروح اشتري منها عربيه كهرباء. لو ما اشتريتش يبقى الشركه نفسها لبست، ولا بعت العربيه بنزين ولا بعت العربيه كهرباء. وعشان كده اغلب الشركات بقت ترجع دلوقتي وتقول لك تاني لا، احنا هنأجل خطة طموحاتنا شوية. الموضوع الكهرباء والبنزين ده فيه سياسة كتير قوي. انت مرة واحدة العربيات الكهرباء الصيني انتشرت قوي، تمام؟ قامت الحكومات الأوروبية قالت لك لا لا، العربيات الصيني دي محتاج نحط عليها ضرائب والكلام ده كله، عشان بقت بتتباع رخيص قوي ومع انها معدية كل معايير الأمان والكلام ده كله، بس لا، لازم نحط عليها ضرائب عشان نحمي الصناعة المحلية بتاعتنا. طب منين انتوا بتقولوا حفاظ على البيئه واحنا عايزين نشجع الكهرباء والكلام ده كله ورايحين تحطوا لي ضرائب على العربيات الصيني؟ هو عشان يعني هم عرفوا يعملوا عربيات ارخص منكم انتوا جايين بقى تبهدلوهم دلوقتي؟ طبعا ما يعرفوش يعملوا حاجه عشان التجاره الحره والكلام ده كله. ما عمل لك حاجه ألذ، قال لك هنعمل حاجه اسمها بروتوكول شحن، ان يبقى بروتوكول الشحن العربيات الصيني ما تعرفش تشحن بيه، تشحن العربيات الصيني دي في محطات الكهرباء او محطات البنزين اللي فيها محطات شحن في اوروبا. فخلوا البروتوكول ده مختلف عن ده عشان اللي يجيب عربيه صيني ما يعرفش يشحنها غير في البيت. طبعا كل الكلام ده عباره عن سياسات شركات والكلام ده كله، بس احنا لو كنا فعلا بنفكر في المصلحه العامه وعربيات الكهرباء دي فعلا كانت حاجه كويسه، لا ما كناش عملنا كده وكنا ساعدنا بعض والكلام ده كله. طبعا هقول رايي الشخصي برضو، ففي ليه اصلا عربيات الكهرباء دي بقت هوجه كبيره قوي، ومره واحده كده في امريكا بعد ما ايلون ماسك كان بيفلس ومش عارف اصلا يعمل حاجه في عربيه تسلا وكان هيفتح شركه تسلا، مره واحده العربيات الكهرباء دي كبرت. انا رايي الشخصي، العربيات الكهرباء عربيات تعرف كويس قوي ازاي انت تتحكم فيها عن بعد. وايلون ماسك بعد ما فشل في العربيه الاولانيه، في العربيه الثانيه بدا يعمل شغل كتير قوي مع الحكومه الامريكيه. وطبعا لو احنا فكرنا كويس قوي، انا بالنسبه لي كدوله حلو قوي ان انا اعرف اتحكم على العربيات عن بعد، واعرف كمان مين اللي راكب فيها وراكب ورايح فين وبيعمل ايه كل يوم، بطريقه غير مباشره ومن غير اي نوع من المراقبات او انتهاك للخصوصيه. طبعا انا مش هتكلم اكتر من كده، بس انتوا ممكن تجمعوا انا ممكن اعمل ايه بالعربيات الكهرباء دي. طبعا الكلام ده مش في مصر ولا في الدول التانية، بس هو ده الموضوع بدأ ازاي في امريكا، عشان ليه مره واحده تسلا دي نجحت قوي وبقت العربيات الكهرباء وهي دي اللي احنا عايزين نعملها. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم. لو عندكم مواضيع تانية تحبوا اتكلم فيها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس تحت، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في كدبه ومصدقينها مع حجازي.